عسلامة، شنو أحوالكم؟ نتمنى تكونوا لاباس عليكم. مش عامل فيكم الطقس؟ سمعت اللي في تونس السخانة غير عادية، فريمون ربي معاكم. ما نعرفش الحق كيفاش الطقس في الجزائر، في المغرب. يتبعوا فيا زيدا من العراق، من أي بلاصة تتبعوا فيا، فريمون ربي معاكم. بيريود تتعدى إن شاء الله، شوية صبر وكهو. احنا ما شاء الله هوني في فرنسا. صدقوني انا نسجل معاكم تو في الصوت وال والمطر ما شاء الله تصب خيطين من سما، حسيلو ريح وكل. ربي معاكم. حسيلو اليوم جيتكم دو غسيت فيوحين على الاخر على الاخر على الاخر، اللي هما الطاجين التونسي والتسطيره. دو غسيت سهلين وفاوحين، وباذن الله ما فهميش علاش الغسيت ما تنجحلكمش. باش نعطيكم كل شيء بالتفصيل. اقعدوا معايا، تابعوا الفيديو للاخر. ما تنساوش تعملوا اشتراك للقناه، تفعلوا الجرس باش يوصلكم اخر جديد، وتعملوا لايك اذا عجبكم الفيديو. واول حاجه باش نبداو بها باش نعملوا التسطيره. التسطيره اللي هي مختلفه شويه على الكفتاجي. الكفتاجي نحطوا فيه البطاطا المقليه، التسطيره نحطوا فيها 4 مكونات اللي هما القرع. خديت القرع احمر، قصيته جويد كيف ما تشوفوا فيه. بون لا محل ما عنديش ياسر قرع، دونك استعملت القرع اللي عندي. نقصوه بجويد. الخشن هذاك معناها، ونملحوهم. والا اللي ما عندوش قرع احمر ينجم يستعمل زاده القرع الاخضر، مش مشكل. سينو تنجموا زاده تخلطوا شويه قرع احمر وقرع اخضر. قصيت زاده 4 كعبات طماطم، نظفتهم، نحيت لهم الزريعه نتاعهم وملحتهم، خاطر ديما التمليح على الاول خير من اللي بعد ما طيب الحاجه تملحها. ديما كي ياخذ فيها الملح نتاعها وكل تجي ابن. دونك ملحتهم. خديت زاده بزيت شويه قرون فلفل. الفلفل لمع حالة. المرة اللي فاتت عملت معاكم ديجا الغوصات نتاع التسطيرة. الفلفل وقتها جبته من تونس، دونك الفلفل يبدا جويد ومحلاه. جوست نحيت له الزريعة نتاعو وملحته. المرة هذه خديت الفلفل من هوني. نقول انا الفلفل نتاع فرنسا ماهوش بنين. عملت بيه التسطيرة وجات بنينة على الاخر على الاخر. دونك شو عملته؟ قصيته على 2 على خاطر خشين شوية. خديت فلفل حلورانية وملحته. ولازم يتقلى بالكدا بالكدا باش يسيب روحه. وباش نستعملوا اخر 3 بيضات باش نقليوهم. ونتعداو توا طريقه التحضير. اول حاجه حطيت النار نتاعي متوسطه، ما نخليوهاش نار قويه ياسر وما خليوهاش ضعيفه هكاكا. ما تشربلناش ياسر زيت. فوالا. وسخنت بيان سور الزيت نتاعي بالكدا. وحطيت اول حاجه قرينه الفلفل يتقلاو. الفلفل نخليوه يتقلى بالباهي بالباهي حتى لين يسيب روحه ويهبى. اون فوا كما تقيت الفلفل باش نتعدى توا نقلي القرع. القرع هذيك علاش قلت لكم نقصوه بجويد هكاك، ما يخلوناش برشا وقت في القليه. وهو والقرع الاخضر ياخذ وقت اقل من القرع الاحمر باش يطيب. وإن فوا كما تقليت القرع تعدي توا باش نقلي كعيبات البيض نتاعي. جوست نحاولوا نبردوا شويه الزيت هكاك الاصفر نتاع البيض ما يطيبش، على خاطر ما بين الحاجات اللي يبننوا التصوير على الاخر انه الاصفر يقعد جاري. وفي اخر مرحله تعدي توا باش نقلي كعيبات الطماطم، نقليهم بالباهي. وكي نجيو نهزوهم نهز معاهم شويه زيت باش يبان لنا التسطيره. هذه استيوس الاخرى. دونك نهزو معاهم شويه زيت وفوالا. وبعديك نحيو لهم القشره نتاعهم الكل، خاطر الطماطم راهي تقعد بعديك واقفه شويه القشره نتاعها معناها. دونك نحيوها. وباش نحط شويه هروس عربي. واللي ما عندوش ينجم يحط شويه هريسه باش تزيد تبان لنا التسطيره. هذه راستيس الثانيه. واللي ما يحبش ينجم ما يحطش، اما راهي بالحق الهروس يبان على الاخر التسطيره. انا حتى عملت شويه بعديك ما جاتنيش حاره حتى طرف. اون فوا رحيتهم خلطتهم بلوتو مع بعضهم الطماطم والهروس. باش نصب توا الخضره نتاعي الكل مع بعضها. صبيت الفلفل، صبيت القرع، البيض. وباش نلحق عليهم هذيك الخليط نتاع الطماطم الهروس وشويه زيت. فوالا. وبعديك باش نشد زوز كيكن وباش نبدا نقطع فيهم مع بعضهم. تنجموا سوا تستعملوا زوز كيكن سوا تستعملوا مقص كبير. زوز يعطيو نفس النتيجه في الاخر. نقصوهم بالباهي بالباهي حتى لين الخضره نتاعنا تتقصقص كلها بالصغير. وفي الاخر لازمنا نتحصلوا على التكستير هذيك هكاك. التصويره نتاعنا تكون حضرت. في المرحله هذه نذوقوا الملح، اذا ناقص شويه ملح نزيدوا نملحوها. وكهو نتعداو توا نحضروا الطاجين نتاعنا. خديت البوال نتاعي صبيت فيها شويه زيت نباتي باش نزيدها كعبتين بصل صغار بون والا كعبه بصل متوسطه قصيتها بالصغير، والا تنجموا تزيدوا تهروشوها اكثر اذا تحبوا. خديت زاده شويه دجاج قصقصته لمحل، ما خديتش كميه كبيره نتاع دجاج، تنجموا تزيدوا اذا تحبوا بيان سور. رحيت تقريبا 4 ولا 5 سنين ثوم. وباش نحط بيان سور شويه ملح، شويه كركم،
وشويه كليل وزعتر مرحيين، فلفل اكحل وشويه زنجبيل. وبيان سور اللي ما يحبش القوم تاع الزنجبيل ما يحطش. هذه اول حاجه باش نحضروا التختوخ نتاع الطاجين. طول دخلت عليكم هنا ونقول لكم حطوا حسيلو باش نحضروا التختوخ نتاع الطاجين. دونك باش نزيدوا شويه ماء بعد ما حركت كل شيء مع بعضه، وباش نخليه حتى لين الماء نتاعو ينشف، البصل يذبل والدجاج بيان سور يطيب. في المرحله هذه قصصت بزيد معدنوس باش نحطه يذبل معاه، على خاطرني لاحظت حاجه انه المعدنوس في الصيف يولي يابس شويه، ماهوش كيما المعدنوس في الشتاء. هذاك علاش حبيت نذبلو بالباهي قبل ما نحطو مع بقيه الخليط. معناها هاو خليت المعدنوس يذبل شويه اون فوا كل شيء ينشف والمعدنوس يذبل. باش نهبطو توا من على النار. سمط زاده كعيبتين بيض اللي هما يبنوا على الاخر الطاجين، سمطهم بالباهي معناها طيبتهم بالباهي وقصيتهم طريفات صغار. وتوا باش نزيد عليهم البطاطا المقليه، خديت كعيبتين بطاطا قصيتهم مكعبات صغار، ملحتهم قليتهم. ما حبش نطول عليكم ياسر الفيديو نوريكم ياسر لي ديتاي. فوالا زدتهم على الخليط، زدت عليهم زاده الدجاج والمعدنوس هذاك الفازيت. وباش نزيدهم الفرomاج غابي. تنجموا تختاروا اي نوع تاع فرomاج تحبوا عليه نتوما وتشخشوها على قد ما تحبوا. سينو تنجموا ما تحطوش فرomاج اذا تحبوا. زدتهم الكل في الكل 7 بيضات. البيض باش نزيدوها تو ديبون بعديك الخليط كيفاش اسكو جيري ولا مش جيري. هو لازم يكون جيري. هذاك علاش في الكل زدت 7 بيضات. تنجموا تزيدوا انتم 8 9 تو ديبون من الخليط نتاعكم في الاخر. بيان سور نسخنوا الفرن تاعنا على 180 درجه. حاجه اخرى، اذا الخليط نتاعكم ناقص شويه ملح تزيدوه بيان سور الملح. ودهنت الباقلي باش ندخلوه للفول الزبده. بعد كده صبيت الخليط نتاعي استويته بالباهي. اون فوا وصلت الحراره ل 180 درجه باش ندخلو مده 30 35 دقيقه. احنا وقود الفول نتاعنا هكاكا الطاجين نتاعنا يكون حضر والتصويره نتاعنا تكون حضرت. صدقوني الزوز جاو بنين يهبلوا يعملوا 66 كيف. لازمكم تجربوا لي دو غوسيت وتعطوني رايكم. وتوا نكون وصلنا لاخر الفيديو. نتمنى فيديو اليوم يكون عجبكم، الوصفه نتاعنا تكون عجبتكم. ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه، تفعلوا الجرس باش يوصلكم اخر جديد، وتعملوا لايك اذا عجبكم الفيديو. بيان سور ملتقانا في وصفه جديده ان شاء الله. اتري بيانتو، بسلامه.